ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل مع بعض وصفه، بصوا، سهله وسريعه وبسيطه ومش هتاخد في ايدك 10 دقايق عمايل. انا عايزه اكل كوردون بلو، بس ماليش خلق بقى ان انا اقعد الف واحده واحده واعمل البانيه شرايح رفيعه وافضل احمر لا مفيش، والله ما في خلق بربع جنيه حتى. بص، نثبت الكاميرا كده ونبدأ نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، دي الصينية اللي هشتغل فيها ودي مكوناتي. طيب اول حاجة عندي نص كيلو بانيه تخين زي ما هو، ما خلتهوش ولا اي حاجة. وعندي الكبة، وعندي التوابل ملح وفلفل وبابريكا بس. وعندي جبن، اي جبن تحبيها. انا هستخدم جبنه كريمي وجبنه رومي وتشيدر. طبعا المفروض احط تركي بس خلص يعني، كان عندي وبألف هنا التاكل. ومعايا زيت ومعايا بقسماط. بس هي دي كل مكوناتي والصينيه اللي هشتغل فيها. وقبل ما اشتغل مشغله الفرن. تعالوا بقى هنا، بسم الله نسمي كده. اول حاجه هعملها الكب. هقطع البانيه قطع صغيره وافرمه في الكبه. هعمل لكم طريقه كوردون بلو خطيره، بجد خطيره. ان الكبه بتاعتي صغيره فانا مش عايزه ايه اكبر، بس القطع عشان تتفرم معايا بكل سهوله. بس كده هفرم بقى انا ايه كميه البانيه اللي عندي كلها. اقطعها كده قطع صغيره. طبعا انت ممكن ترفعي تضخمي على حسب الكبه بتاعتك. المهم في الاخر ان انا عايزه ايه، فراخ مفرومه، بانيه بقى، اوراق. انتي اوريدي عندك حاجات مفرومه براحتك. هفرمهم بقى عشان فقره الدوشه وهرجع لكم. فرمت الكميه كلها. هنزل بقى بالايه بالتوابل. عندي ملح وفلفل اسود، فلفل اسمر، وعندي بابريكا بس. نركن دي بقى على جنب. هجيب جلافز دلوقتي واعملها بايدي كده. بس نجهز الصينيه بتاعتنا الاول. انا عندي مسحه زيت بسيطه قوي، انا بحب اوزع الزيت بالمنديل. مسحه زيت حلوه اهو. وعندي كمان بقسماط، نديها ايه، نديها رشه بس. نغلفها كويس كويس كويس. بس اشيل البقسماط الزياده ده في طبق عشان احطه تاني على الوش، والبس جلافز عشان ايه افرم الفراخ. ونرجع بقى نفرد الصينيه مع بعض.
فردت اول طبقة، فردتها وحاولت اعمل لها جوانب كده شوية. معايا بقى جبنة كريمي اوزعها قبل ما اوسخ المعلقة. هاخد قطعة جبنة كمان عشان لما اوزع يكون يعني خلاص مش هحط المعلقة في الجبنة تاني. مش هحاول اجيب على الاطراف قوي عشان خاطر ايه ما تخرجش وتحرق الصينية، ما استفادش حاجة. هي كده كده بتسيح اصلا وبيبقى طعمها لذيذ لذيذة مش طبيعية. عندي هنا قطعتين جبنة رومي، قطعة جبنة شيدر، هلبس جلافز تاني للأسف واوزع بقى ايه الفراخ دي هنا، ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه كمان مع بعض. بصوا وزعت الجزء التاني. هحط بقى على وشها دلوقتي بقسماط. استنى اجيب حاجه اوزع بيها. يلا وزع بيها. بس كده شويه زيت، حاجه بسيطه قوي. هنعمل ايه بقى؟ نقطعها. هندخلها فرن يتسخن درجة حرارة 180 ل 200 على الشبكة اللي في النص، ونشغلين الفرن من تحت. هتستوي معانا، مش هتاخد نص ساعة، يعني قولي تلت ساعة على ما تتحمر، مش عارفة ايه تبقى نص ساعة، عشان خاطر هي فراخ اوريدي مفرومة، فهي مش هتاخد وقت ولا حاجة. هدخلها بقى الفرن ونشوفها اول ما تخرج من الفرن مع بعض بإذن الله. ولا عليكم السلام عيسى.